السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم ميني بسيطلات بالحوت والشعرية الصينية. كيجيو زوينين وحتى الطريقة ديالهم كتجي سهلة ما فيهاش شي تعقيدات. اليوم ان شاء الله نتمنى تتبعوا الفيديو حتى الاخر باش تعرفوا على المقادير وطريقة التحضير. يلا ان شاء الله نشارك معكم ان شاء الله الطريقة ديال هاد البسيطلات والمقادير. هنا عندي الشعرية الصينية. هادوك فيها أربعة ديال هادوك الحبات. هنا في عندي 25 غرام ديال الفطر الأسود. هنا عندي ربيع مخلط بين القزبور والمعدنوس. عندي معلقة ديال مطيشة الحك. تما عندي معلقة صغيرة ديال البودرة ديال الثومة وثلاثة ضريسات ديال الثومة محكوكين. هنا غادي نحتاج للزبدة باش نشحروا المقادير ديالنا. تما في العطرية عندي سكنجبير، البزار، الخرقوم، ونص كاس ديال عصير الحامض، وصلصة السوجة، وزيت الزيتون. وهنايا عندي نص حامضة طحنتها في هاد الطحانة، طحنتها مزيان باللب ديالها بالقشرة ديالها، حيدت منها غير العظيمات وطحنتها. وعندي تما الهريسة. كنعتذر ما صوغتش التحميره، معلقه كبيره وراس معلقه صغيره ديال الكمون. هنا عندي نص كيلو ديال القمرون اللي نقيته من القشره، نص كيلو ديال الكالامار. من بعد فاش غنطيبو راه غادي نقطعو باش يولي صغيور. وتما عندي واحد الميرنه، هذه تقريبا فيها كيلو، حيت ليها الراس، غسلتها مزيان وحيت ليها الراس. وعندي معلقه ديال العطريه ديال البصيلات الحوت. هنا غادي ندوز باش نرطب هذاك الفطر، غادي نخوي عليه الماء يكون طايب مزيان طايب. والشعريه الصينيه حتى هي بطبيعه الحال غادي نرطبها حتى هي ونخليهم على جنب. وهنا في هذيك الطحانه فاش طحنت الربيع، هي نيت فاش غادي نعاود نرد هذاك الربيع نيت باش نطحن هذيك الشرموله كلها. درت تما الربيع، درت مطيشه ديال الحك معلقه. وهنا غادي ندير العطريه ديال الحوت، ثومه غبره والثومه العاديه. المهم غنطحن كاع هذيك الشرموله اللي عطيتكم، كاع دوك المقادير غادي تما سكنجبير، الخرقوم، راس معلقه ديال البزار الحامض، السوجه تقريبا 2 معالق كبار. الا كانت عندكم هذيك الثقيله ديروا غير معلقه. وغادي نزيد كما قلت لكم معلقه ديال التحميره وراس معلقه صغيره ديال الكمون، هذوك ما صورتهمش، والزيت البلديه. وهاي الشرموله ديالنا بعد ما وجدت. الصراحه هاد الشرموله كتجي زوينه، راه سبق لي وحضرتها في البريوات اللي كنت حطيت. غير هذيك فيها زدت فيها هذا، زدت فيها الازير والقزبر حبوب. هنا هذه الحوته ديالنا غادي نشرمل بهذيك الشرموله، وغادي ندخلها للفران اللي سخنته من قبل من الفوق لتحت. تقريبا 10 دقائق ما تفوتوهاش. مره طلعوا الحوته ديالنا الا لقيتوها طابت صافي، ما تكتروش ليها الطيب باش ما تنشفش. هنا في واحد الطنجره غادي ندير واحد الطريف ديال الزبده. هنا فاش غادي نشحر كاع هذاك الحوت اللي عندي. غادي ندير الزبده وغادي ندير الشرموله اللي عندنا، غادي ندير واحد 2 معالق ديال الشرموله. وهنا زدت القمرون، غادي نشحرو حتى هو واحد 2 دقائق، ما نكثرش ليه الطياب، دغيا. ملي غادي نشحرو غادي نحيدو نديرو في واحد الزلافه. وغادي نزيد عاوتاني الكالامار نفس الطريقه، غندير طريفه الزبده والشرموله ونشحر الكالامار. الكالامار حتى هو راه ما تيبغيش الطياب بزاف. الا كثرنا ليه الطياب راه تيجي قاصح. هنا غير نشحرو مزيان، نشوفو نجهدو العافيه حيت غادي يطلق لينا الماء، ونقيسو هكا بيدينا. الا لقيناه صافي رطب صافي حبسو الطياب وديروه حتى هو في واحد الزلافه. من بعد راه غادي نقطعو بواحد المقص، نقطعو باش يولي رقيق. وهنا الحوته بعد ما طابت راه كتجي الصراحه كتجي رطبه وكتجي فتيه. غادي نقيها من الشوك، نحيد لها داك السلسول ونقيها من هذيك القشره، وحتى هي غادي نحطها في واحد الطبسيل.
شتي كي كتجي هكا كتجي زوينه. هنا في الطنجره راني ضفت معلقه ديال الزبده، وهذاك الفطر الاسود تا هو راه طحنته في هذيك الطحانه بديك الهاشواره، طحنته حتى ولا رقيق. صافي راني شحرته تا هو مع نفس الشرموله، معلقه الشرموله شحرته مزيان مع ديك الزبيده. وزدت دابا الشعريه الصينيه زدتها على هذاك الفطر. ملي زدت الشعريه زدت ديك الشرموله كامله اللي بقات عندي زدتها على الشعريه. غادي نشحرهم مع بعضياتهم حتى يدخلهم هذيك لا الشعريه ولا الفطر، يدخلهم هذيك الشرموله مزيان باش يجيو بنان. وهنايا راني زدت واحد معلقه كبيره ديال زيت الزيتون، زدتها على هاد الشعريه. وهنا بعد ما طابت لينا هذيك الشعريه والفطر زدت هذاك الحوت اللي عندي الشامبينيون والكالامار بعد ما قطعته. غادي نزيد دابا هذاك الحوت الابيض، هذيك الميرنه بعد ما لقيتها من الشوك وكل شيء. وصافي هنا راني خليت هاد الحشوه خليتها انا هاد الحشوه راني وجدتها في الليل، خليتها حتى بردت مزيان. صافي وغادي نحك عليها الفرماج احمر، تقريبا 100 غرام ديال الفرماج احمر حكيته في الحكاكه الغليظه. صافي وهنايا راني ما صورتش المقطع فاش كنت نعمر البسطيلات. هنايا راه درت الورقه قطعتها مثلثات ودهنتها بهذيك الزيت اللي شتو. انا هذيك الزيت ديما كنصاوبها كتكون عندي في القرعه، كندير التحميره وزيت نباتيه كنخليها كنخليها هي باش كندهن هكا البريوات ولا البصل بحال هكا كتجي زوينه وكتعطي حتى اللون زوين احسن من البيض. ندخلوا البسيطلات ديالنا للفران يكون مسخن من قبل من فوق لتحت، مسخن غير على المهل، ونقصوا عليه ونخليهم حتى يطيبوا على خاطرهم كيجيو زوينين. نتمنى تجربوهم، راه كيجيو زوينين. نتمنى تجربوهم وتكملوا الفيديو حتى الاخر باش تتبعوا المقادير. السلام عليكم.